نرجع تاني مع بعض ونروح لواحد من يعني مش ابناء، يعني معجون نادي الزمالك. وانا طلعت كده وشميت الدنيا، او طلعت على وش الدنيا زي ما بيقولوا، وشفت دكتور عبد الله جورج سعد، وتربيت في منزل العم بقى الكبير، العم جورج سعد طبعا، ومن الزملكاويه اللي مش هيتعوضوا ابدا، سواء دكتور عبد الله او العم الكبير طبعا عم جورج سعد الله يرحمه. ازيك يا دكتور؟ اهلا بيك. ولازم اقول المقدمه دي، اللي انا ما اقدرش اخبي حبي وانتمائي لعائله جورج سعد. الحقيقه يعني على قد ما انت بتقول كده، يعني انا يعني ما بقولش كابتن حسن، انا حسن بالنسبه لي مش لعيب كوره في نادي الزمالك، ولا حسن شحاته يعني عشره عمر. عشنا في البيت عندنا 3 سنين. يعني ارتباطي الوجداني بيه، وانا بالمناسبه طبعا بهنيه الشيء العظيم اللي رفع، قبل ما يرفع راسي انا ولا راس الزملكاويه، رفع راس مصر كلها بالاختيار بتاع رجل العام في الفيفا. الحقيقه ما اقدرش، انا كلمته طبعا النهارده وباركت له يعني، انما الحقيقه شيء اسعدني جدا، لانه شيء جميل في خضم يعني مشاكل احنا عايشينها كل يوم. فانا اسمحوا لي يعني، مش عشان انت قاعد بس، اقول لحسن الف مبروك، شرفتنا وشرفت مصر كلها، ويا رب دايما من احسن لاحسن. طيب دكتور عبد الله جورج سعد مسك مناصب كتير داخل نادي الزمالك، وتقلد مناصب كثيره داخل نادي الزمالك، من عضو مجلس اداره لطبيب للفرق الرياضيه المختلفه، من طبيب من مشجع في المدرجات. طبعا انا بتكلم يعني مش بدون تدرج يعني مناصب كثيره جدا. ويعني طبعا كان مرافق دايما الدكتور عبد الله جورج سعد، يعني مش عايز اقول اتمرمط داخل نادي الزمالك، ولكن عاش داخل نادي الزمالك في جميع الاوقات، بحلو ومر. واحنا في وقت المر الفترات اللي فاتت، واكيد انت عارف المر وعشت فيه، ان انت كنت عضو مجلس اداره قريب ومتداخل 2011. عايز تعمل ايه وانت عارف مشاكل نادي الزمالك الازليه، وعايزك تحدد لي بقى كراجل خبره داخل نادي الزمالك ايه مشكله نادي الزمالك الاساسيه اللي احنا دايخين حواليها بقالنا فتره كبيره. طبعا يعني مشكله نادي الزمالك الاساسيه ماليه. مؤكد. مش ماليه يعني ما فيش فلوس وبس، ماليه في توجيه الفلوس، او نقول عليه الكاش مانجمنت. انت ازاي بتدير الاموال اللي بتيجي نادي الزمالك؟ ده شيء نادي الزمالك مفتقده جدا، لانه برضو مفتقد الفكر الاستراتيجي البعيد المدى، مش قصير بس. فده لازم يتحط في الاعتبار. صحيح انا بقدر ان في ال3 سنين الاخرانيه الظروف الماليه ازدادت سوءا، مش على نادي الزمالك بس، على كل البلد. وحطت نادي الزمالك يعني ما كانش اللي حصل، ما كانش متوقع يعني، فابتدى بقى عليك التزامات انت مش قادر ما تلبيهاش. في نفس الوقت انهارت الايرادات تماما بغياب الكوره فتره طويله، مفيش بس فضائي ومفيش تذاكر ماتشات مفيش يعني، ولا اعلانات وسبونسرز. يعني انت الكوره دي علشان تصرف عليها بتعتمد على 3 حاجات. بتعتمد نمره 1 على ماتشات وايرادات وبيع تذاكر وكل الكلام ده، وده طبعا محتاج نقله تاني مختلفه عن ما كان يجري. خلاص يعني مثلا مفيش حاجه اسمها ان حد يخش الماتش من غير ما يدفع تذكره، مفيش الكلام ده. حقوق الرعايه، هو انا اذكر ان يوم او السنه اللي جه فيها كابتن حسن واضاف اللي بيقولوا عليها القيمه المضافه لنادي الزمالك، وقتها انا كنت عضو مجلس، والحمد لله ربنا وفقني الحقيقه بمساعده ثاني شكري يعني، ان احنا نجيب حق رعايه لنادي الزمالك ب 25 مليون جنيه في السنه. ودي ما حصلتش قبل كده. ودي ما حصلتش، زائد 50% فيما يزيد عن ال 25 مليون. والحقيقه كان رقم الحقيقه في كبير. سنه واحده كبير.
شاءت الظروف ان الدنيا اتلخبطت، الدوري ما كملش، الدوري ما كملش وبالتالي الفلوس، بقيه الفلوس ما اتدفعتش، يعني ما خدناش غير على ما اعتقد 12 مليون او حاجه كده. فانما كانت الاستمراريه هتبقى يعني دي الاساس اللي احنا وضعنا عليه، وكنا هنبتدي نزيد شويه شويه، وكانت برضو الفرقه ماشيه وبتكسب، ووصلنا لغايه فاينل الكاس وكل الكلام ده. فكانت الدنيا هتدور، يعني هتبتدي تدور. فطبعا ان بعوده الدوري ان شاء الله واستمراريته، وان البلد تستقر وكل الرياضه ترجع تاني، مثالي ان احنا ممكن من خلال حقوق الرعايه ان احنا ممكن ان احنا نزود. الثالث والمهم قوي بقى هو البث التلفزيوني. ما احنا برضو اتحرمنا من البث التلفزيوني في خلال ال3 سنين اللي فاتوا. خلاص. انما البث التلفزيوني لو استحسن او احسن، ازاي توجهه؟ اولا ازاي انك تجيب القيمه الحقيقيه للمباريات دي، يعني القيمه الحقيقيه تزيد كتير قوي عن المبلغ اللي محطوط دلوقتي، وخدت حقك فيهم. اللي هو لو قلنا زي ما هو حاصل اليوم ان نادي الزمالك بياخد 20% من الفلوس، انما انت قادر انك انت، وفي عندك عروض كتير قوي، انك انت في البث التلفزيوني تعلي الرقم ده قوي، بحيث انا بشوف ان احنا لازم نفصل الكوره تماما. لازم تفصل الكوره تماما كميزانيه وككل حاجه، كل حاجه. يعني تصرف على نفسها، طب وبقيه النادي انت عندك انت خلي بالك الكوره بتصرف على النادي. ايوه انت عندك بقى الواقع الحالي، لا، لان انت الكوره ما بتحققش ايرادات، واحنا برضو اسمنا نادي الزمالك الالعاب الرياضيه. انا شخصيا اصلي مشجع كوره يعني، ومش حابب ان فرقه الكوره ما تبقاش كويسه، انما احنا لما نفصلها بايراداتها ومصروفاتها اللي متمثله، او ايراداتها اللي متمثله في الثلاث حاجات دول مع ايراداتها، بتجيب يتصرف عليها. نادي الزمالك لسه عنده بقى حاجات تانية. نادي الزمالك عنده الاشتراكات اللي بتدخل له، وعنده البوتيكات، سور النادي. احنا عندنا 207 محل، صحيح عندنا مشاكل في حوالي 109 محل، انما عندنا يعني الايرادات دي تخش بقى لخدمه النادي. غير احنا عندنا مثلا اليوني بولز اللي في حوالين النادي. استاذ هاني شكري حاطط لي صور وكلها ورقم 14. انت عارف انا بحب رقم 14. وانت عارف الرقم المحبب ماشي حوالين النادي كله. هاني شكري الرقم المحبب للقلب 14 ده يعني طول عمره. إذا كان حسن ولا حازم إمام ولا كان جمال عبد الحميد، يعني رقم 14 ده رقم فل طيب للغاية يعني. فالحاجات دي تبتدي تصرف، لأن برضو عضو نادي الزمالك حرم كتير قوي من إن هو يكون فخور بالنادي اللي هو. انت حاسس ان عضو الزمالك مظلوم يا دكتور؟ لا جدا. مظلوم ظلم باين في الخدمات، في يعني لازم يلاقي، مش عايز اقول بقى يمكن ناس تاني تقول، انما لازم يلاقي كرسي كويس يقعد عليه، لازم يلاقي مطعم كويس يدخله بسعر بقى 10 سنين بنقول الكلام. ايوه وبسعر انا فاكر لما دخلت انتخابات 2005 انا كنت بقول نفس الكلام. ايوه وده اللي انا بقول عليه بقى الكاش مانجمنت، انك انت تعرف تدير الايرادات. بس انا بقول ان برضو انت عندك العاب رياضيه تانية خلاص ما بتحققش ايرادات، انت بتصرف عليها. مؤكد ان انت الكوره جارت على الالعاب المختلفه دي، بدليل ان احنا كنا متميزين في اليد والسله والطايره، والامور اختلفت جديد في ازمه ال3 سنين اللي فاتوا. فلازم الكره لما تنفصل بايراداتها ومصروفاتها تقدر توجه باقي الايرادات اللي بتيجي نادي الزمالك ناحيه، انت عندك تقدر تعمل الدعايات اللي موجوده على المحلات، ايجارات المحلات. يعني اقصد انت تقدر انك انت النادي يصرف على نفسه، النادي يصرف على اعضائه. يعني لما الكره تنفصل تماما، عضو نادي الزمالك ياخد حقه زي ما بقول لك. يعني يبقى سعيد وهو جاي النادي، مطمن على اولاده انهم بيلعبوا في حته امان خلاص. يبقى سعيد يعزم اصحابه يتفرجوا على نادي الزمالك اللي هو احنا كنا زمان سعداء بيه جدا، وكانت
يعني نفسي الزمن الجميل اللي كان نادي الزمالك فيه تخشوا. انا لما كنت طالب في الجامعه انا كنت بعزم، يعني بعمل عزومه فطار في رمضان كلها على حمام السباحه في نادي الزمالك، لانه كان كنت بتصوم يا دكتور؟ نعم كنت بتصوم؟ مش كل الايام. كنت بضطر اصوم يوم العزومه. فاقصد اقول ان الاهتمام بالعضو بقى يعني لازم يكون اساسي، يعني عشان يعني تخش مبسوط وتعزم. انا عايز كل عضو في نادي الزمالك يفتخر انه عضو في نادي الزمالك، يعزم اصحابه يوريهم النادي الجميل اللي هو فيه. اوفر له مكان يمشي فيه، مش لازم في تراك ملعب الكوره. يعني لازم يحصل ماستر بلان جديد للنادي. لازم تخطيط جديد يجي. احنا لازم نبتدي 6 اكتوبر وتبقى الالعاب المنافسه تتنقل 6 اكتوبر. ويبقى النادي ده للعضو مثلا في اكاديميات للالعاب المختلفه. انما لازم المساحات الرياضيه الخضراء تملى بقى النادي بقى، على اساس مش انا اي بجيب حاجه حد عايز اعمل جنينه النهارده، اعمل جنينه النهارده، عايز اعمل مبنى وعايز احط فيها شويه مراجيح أي والكلام ده أي كلام. عشان احط اسمي عليه عشان الانتخابات جايه لا 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 لا، الموضوع ما يبقاش كده خالص. الموضوع لازم تجيب حد متخصص في الماستر بلاننج ده كله، يرفع النادي كله ويعمل له ماستر بلان جديد. بس لازم ابتدي اكتوبر 6 اكتوبر اخلص اللي عليها. فاضل 1,750,000 القسط اللي متاخر منهم 1,000,000 قسط و750 اللي هي تراخيص المباني والكلام ده. وابتدي اسوق المكان ده بنظام الBOT ماشي. يعني الناس اللي اكثر تخصصا مني في المكان ده تبتدي تشوف امثل الحلول ان انت تقدر تنمي النادي ده، فتنقل فيه بقى ملعب الكوره وتنقل فيه الرياضات التنافسيه الجامده وكل الكلام ده. والنادي ده هل في مجلس هيقدر يعمل الكلام ده يا دكتور عبد الله؟ يعني حضرتك اكيد قائمه المهندس رؤوف جاسر. الحقيقه بشرف الانتماء لقائمه المهندس رؤوف جاسر. ولو تسمح لي ان انا اقول ان احنا معانا الدكتور يحيى حلمي نائب رئيس. احنا متفقين على ان طارق جبريل رغم انه هو مش منضم لقائمتنا انه يكون هو بيقولوا شخصيه كويسه جدا وراجل رائعه وانا معاشره وتخصصه. وانا كنت دكتور الهاندبول وهو لعيب في الهاندبول يعني في خلال التاريخ الطويل يعني. شخصيه محترمه جدا وعارف يعني ايه الرياضه ومشاكل الرياضه يعني ممكن يبقى متفاهم لظروف خاصه تخليه يوجه الفلوس بطريقه مختلفه او الثانيه. معانا فوق السن معانا ابراهيم عدلي مجاهد بترتيب الحروف الارقام يعني. معانا ابراهيم عدلي مجاهد، معانا يحيى دعبس، معانا رحاب ابو رجيله شخصي الضعيف، والخامس احنا يعني سايبينها يعني لا بنتمنى انه يكون هاني شكري. شكري يعني لان هو هاني شكري عايز ينزل مستقل. هو نازل مستقل لغايه دلوقتي الحقيقه. واحنا بنتمنى ان ربنا يوفقه لان احنا معتقدين ان احنا كنادي الزمالك ممكن نستفيد من وجوده بفكره وكل الكلام ده. فيعني اقصد اقول ان نسيت بس اقول ان في تحت السن معانا شريف منير حسن وكريم انور. نعم كريم انور للاسف الشديد انه امبارح اتجه ناحيه قائمه الدكتور كمال درويش والله. يعني وهو ده رغبته، فطبعا كل واحد حر في اختياره يعني. يعني انا بشوف في الناس دي ميزه ان الناس دي ولاد نادي الزمالك. يعني دي القائمه احنا مسمينها القائمه البيضاء على فكره. كل واحد من دول اتربى جوه نادي الزمالك، جاء وهو صغير وكبر على حب نادي الزمالك. نادي الزمالك اولا يعني نادي الزمالك ما بحبش اقول فوق الجميع زي ما بيتقال، انما هم بالنسبه لهم نادي الزمالك اولا فوق مصلحتهم الشخصيه. يعني هو بيفكر في نادي الزمالك. عندك ايه عايز تديه نادي الزمالك يا دكتور عبد الله؟ وانت مسكت يعني مناصب كتير فينا، وكنت لفتره الكابتن حسن شحاته كنت موجود كرئيس لجنه التعاقدات وبتتعاقد بالنسبه للصفقات واللاعبين. يعني عندك خبرات مختلفه سواء رياضيه
او اداريه او طبيه. وطبيه طبعا. سيبك من الطبيه، سيبك من شوف سيبك من الطبيه شويه. يعني اقصد شوف، انا اديت وقتي وعمري لنادي الزمالك. يعني انا في يعني مش عايز اقول انا عندي كام سنه بس، انما انا موجود في نادي الزمالك لما كان نادي الزمالك لسه ما كان مسرح البالون. يعني ده دخلت في الستينات ولا حاجه؟ يعني ما فيش داعي. انت اللي قلت مش انا، انت قلت ايام ما كان نادي الزمالك في مسرح البالون. يعني انا الحقيقه وانا سعيد ان انا كنت لسه طفل صغير، وكنت سعيد ان انا بشيل الطوب لما كنا بننقله علشان المكان الحالي لنادي الزمالك. وانا عشت جوه نادي الزمالك اكتر ما عشت جوه بيتنا، سواء قبل ما اتجوز ولا بعد ما اتجوز. ودي يعني برضو مراتي وعيالي يعني ليهم حق عليا، بس انا بشوف ان نادي الزمالك بالنسبه لي هو بيتي اللي انا اتربيت فيه وكبرت فيه واتعلمت من ابويا بقى الله يرحمه. طبعا هو جورج سعد طبعا زرع جوايا قيمه وقامه نادي الزمالك. يعني ان نادي الزمالك ده حاجه لازم تبذل له الغالي والنفيس، وتيجي على قد ما تقدر حتى على نفسك عشان خاطر نادي الزمالك يبقى احسن حاجه في الدنيا. فانا جوايا عشق وهيام لنادي الزمالك فظيع يعني. يعني عشان كده انا بقول ان مجلس الاداره لما تبقى تشكيلته مختلفه، انا ما بعرفش كل حاجه، ما اقدرش اقول لك انا اعرف كل حاجه، مفيش حد بيعرف كل حاجه. انما لما يبقى خبرات مختلفه في حاجات مختلفه، انما بينجحوا في النهايه حب نادي الزمالك اولا. خلاص، انا اتمنى ان احنا نكون مجموعه متكامله نتشارك في كل واحد عنده فكر شكله ايه. انا عندي درايه مثلا بناحيه التعاقدات زي انت ما قلت، عندي درايه ازاي نخلي المستوى الخدمات الطبيه اللي بتقدم مش للعيبه بس، وايفن للاعضاء دي حاجه مهمه جدا طبعا. خلاص، اللي هي من الخدمات الغائبه عن الاعضاء يعني. في حد تاني عنده الفكر المحاسبي مع امين الصندوق زي ابراهيم عدلي، وهو راجل مدير مالي في احدى الشركات الاغذيه الكبيره. خلاص، معانا زي ما بطمع ان هاني شكري معانا رحاب فكره جميل، رحاب عجبني جدا ورائع ومنظم وكل الكلام ده، وعنده يعني برضو افكار قابله للتنفيذ جدا. فده شيء يبقى مع مش عايز اقول بقى الاسماء مره تانية يعني. في سؤال انا مش حابب اساله لك بس لازم اساله لك، عشان لازم اقول لك الاتهامات واقول لك الايجابيات والسلبيات. معلش يعني انا بيتهموني بايه؟ طيب بيتهموك ان انت بتوجه المسيحيين، هقولها لك بقى على بلاطه، للتصويت ضد فلان ولمصلحه فلان ومتحكم والكلام ده. وانا كنتش حابب اتكلم في القصه، بس لازم يعني برضو يعني المهنيه الاعلاميه وضميري لازم اسالك برضو في الكلام اللي بيتقال في نادي الزمالك ان ده انتخابات. شوف انا رديت على الموضوع ده قبل كده الحقيقه، ويمكن اصل مش هرد يعني اولا لانه بشوف انه كلام لا يستحق انه يقال ولا يستحق انه يترد عليه. يعني مش يعني خلاص عفى الزمن على النغبه دي. خلاص مصر اختلفت. خلاص احنا بعد 30 يونيو مصر اختلفت يا جماعه. بعد 30 يونيو الشعب المصري كله توحد بكل طبقاته وكل طوائفه وكل الكلام ده. فما ينفعش ان الكلام ده يتقال. يعني ما اعتقدش انه شيء صحيح باي شكل من الاشكال. ويعني ما احبش حتى ادافع عن نفسي ولا انفيه ولا الكلام ده، لانه كلام لا يستحق ان يقال ولا يستحق انه يترد عليه. اول حاجه هتعملها في نادي الزمالك لو ربنا كتب لك ونجحت في انتخابات الزمالك؟ هروح بيتنا انام. بتعمل ايه في الدعايه؟ انا عارف الموضوع الدعايه الانتخابيه دي مرهقه جدا. يعني هروح انام دي اول حاجه. ومش هروح انام وبس، انا يعني الانتخابات هتخلص هروح واسيب مهندس مجدي مشيل اللي ماسك الانتخابيه بتاعتي هو اللي يتصرف، يجي يحضر بقى الفرز. مين الشخصيات اللي بتساندك؟ استاذ ممدوح عباس بيساند حضرتك؟ لا احنا لا يساندنا احد. يعني
حتى بالناحيه المعنويه، مش قصدي الناحيه الماديه، انا بتكلم كمسانده ناس فيجرز او ناس رؤساء في اعتقادي انا كان معايا المهندس رؤوف جاسر وقال لي انا علاقتي كويسه جدا، وحصل اتصال بيني وبين الاستاذ ممدوح عباس وهو بيساندنا وبيساند قائمتنا يعني انا بقول لك انا في اعتقادي الشخصي يعني، واتمنى ان كل شخص محب لنادي الزمالك فعلا يساند الناس دي. يعني احنا جايبين ناس برضو فينا وجوه جديدة، خلاص اذا كانت ناس تحب انها تشوف وجوه جديدة فاحنا معانا وجوه جديدة. خلاص اللي الناس مش عارفاه ان انا دي يمكن اول مرة انا باخد فيها تجربة الانتخابات. انا عمري ما دخلت الانتخابات قبل كده. ايوه دي اول. كلها ايه؟ كان كلها تعيين؟ كانت كلها تعيين. انا تعينت في 2006 وتعينت في 2009 وتعينت في 2011. تصدق المعلومه دي بالنسبه لي انا فاكرك انت دخلت انتخابات انا من كتر ما بشوف في المجلس. اتعينت في 2006 وتعينت في 2009 وتعينت في 2011. يعني دول المرات اللي انا دخلت فيهم عضو مجلس اداره. بس انا دي اول مره اخوض تجربه الانتخابات. عمري ما نزلت الانتخابات قبل كده، واتمنى ان ربنا يوفق علشان حتى يعني تبقى هي الاولانيه والاخيره ان شاء الله. طيب تحب تقول ايه لعضو الجمعيه العموميه في نادي الزمالك؟ اقول له انا بثق في قدرتك. قبل الانتخابات برضه لسه قايل الكلمه دي مصيريه ومهمه جدا لنادي الزمالك، ان هو يعني في فتره مش محتاج ان هو يعني نتكلم عليها. أيوة. يعني فتره الزمالك مش عايز اقول منهار، ولكن في مشاكل كتير جدا، فلازم يكون في مجلس قوي جدا يقدر يحل مشاكل نادي الزمالك. انا بأتمنى من عضو الجمعيه العموميه انه يتخلى عن اذا كان في واحد صاحبه ولا مش صاحبه، انه هو يختار اللي هو على ثقه انه اولا بيحب نادي الزمالك اكتر من نفسه. ثانيا انه ليه تاريخ في نادي الزمالك مشرف، وانه متاكد ان الناس دي كمجموعه هتقدر ان هي تخدمه في النهايه بكل الحب بكل الصدق، ويستحقوا ثقه الجمعيه العموميه. يا رب يا دكتور، ان شاء الله تبقى انتخابات مميزه جدا. عايز اقول خبر بس كده قبل ما نختم، ان الدكتور مجيب عبد الله مرشح على منصب الرئيس في نادي الصيد، والاستاذ عمرو السعيد نائب رئيس، والاستاذ ايهاب حشيش امين صندوق بيقتربوا بنسبه 95% من النجاح في انتخابات نادي الصيد بعد فرز 60 صندوق من 90 صوت. من 90 صندوق اعتقد. يعني 100 لجنه على فكره. 100 لجنه الزمالك عضويه يعني اعتقد لا يقل عن 20,000 عضو جمعيه عموميه متوقع يجي 52,000 عضويه، والمسددين الاشتراك على ما اعتقد حوالي 36 38. تمام. انا بشكرك يا دكتور عبد الله. انا اللي بشكرك وبشكر الناس اللي استحملتني الشويه اللي انا اتكلمتهم دول. يعني شويه حلوين. وبشكرك. وفي النهايه انا بهني كل امهات مصر بعيد الام، هو متاخر يوم معلش، ان انا بقول لهم كل سنه وانت طيبه يا كل ام في مصر، وبهني مصر ام الدنيا طبعا، وان شاء الله هتبقى قد الدنيا يا رب ان شاء الله. بشكرك يا دكتور عبد الله، وبالتوفيق لحضرتك ان شاء الله في الانتخابات القادمه. شرفتني، وبالتوفيق لكل المرشحين ان شاء الله في الانتخابات القادمه لنادي الزمالك. بنحاول باكبر قدر يعني من خلال برنامجنا كرة كل يوم وقناه النهار رياضه نجيب جميع المرشحين في انتخابات نادي الزمالك والاهلي والصيد زي ما انتم شفتوا هليوبلس. يعني ان شاء الله نحاول نجيب كل المرشحين في خلال الاسبوع الحالي قبل الانتخابات القادمه يوم السبت. بشكر دكتور عبد الله جورج سعد، وبشكر رحاب ابو رجيله طبعا النهارده اللي شرفوني في البرنامج. بشكر كل طاقم العمل، اسلام صادق رئيس التحرير، وكل فريق